ماجد، انا متشرف جدا بجد ان احنا قاعدين قدام بعض. معانا ماجد، قائد كبير، وتربينا على ترانيمه، وتربينا على الفريق بتاعه، كبرنا كلنا. سمعنا ان انت علاقاتك وعندك اصحاب من سنة 50 ولسه مكملين. مش عايز اكبرك في السن قوي يعني كده، بس ايه، ازاي في الوقت اللي هو مفيش صاحب يتصاحب والجو ده، ازاي في حاجة اسمها علاقات لسه مكملة لحد دلوقتي يا ماجد؟ انا بعتبر انه الصداقات اللي بتموت او تنتهي او يحصل فيها مشاكل او خناقات بعتبرها هزيمه، يعني ببص لها نظره الهزيمه، يعني ما بحبهاش. احس انه في حصل مش خساره، هزيمه. يعني احنا في كتير ناس هاجرت، وانا من الناس اللي كنتش عايز اهاجر من زمان، واصحاب كتير عندي هاجروا. ازاي تفضل الصحوبيه موجوده وهو بعيد؟ الصحوبيه مش هي مجرد، يعني مش نظريتنا اتكلم كل يوم ويكلمني كل يوم يعرف انا اكلت ايه وفطرت ايه ونمت بدري ولا لا او كده. بس الصحوبيه حاجه تاني. يعني الناس اللي بعرفهم من زمان، انا بتقابل لسه مع الناس بتوع الكليه بتوعي، لسه عندي اصحاب من ايام المدرسه عادي خالص، بس مش بنقعد نتكلم كل يوم. يعني انا مش بعرف الصحوبيه بان هي تتكلم مع بعض كل يوم وتعرف كل حاجه، ولو ما عرفتش تزعل منه. لا، تعريف الصحوبيه عندي مختلف. كأنك بتقول كده انه الموضوع مش بالكم بنقعد مع بعض قد ايه، ولكن بكيفية الوقت اللي بنقضيه مع بعض او كده. اصحاب الكليه بتوعي لما بنروح نخرج ناكل لقمه مع بعض، اهلا اهلا، اول ما بنقعد كاننا كنا مع بعض امبارح، واحنا كنا في الكليه متخرجين، انا هندسه، قعدنا مع بعض 5 سنين. فالاصحاب القدام دول فيهم ميزه، انه انت ما بتبصش هم عيوبهم ايه، هم بيبصوش لعيوبك. انتوا زي ما تكون ايه، مفروضين على بس بعض. فرض حلو يعني على بعض. ما تقعدش تفكر، ما تقعدش تحسب. لو قعدت تحسب مش عايز ده، مش عايز دولة، مش عايز اكلم دي الى اخره، لا دول كده انت بتاخدهم باكج على بعضه. شروه بالظبط. شروة واحدة كده. طيب، الموضوع صعب قوي في العلاقات والصحوبية مع التوقعات يا ماجد. يعني اللي بتقوله ده نظريا خطير، ولكن عمليا في حاجة اسمها معنى ان احنا ارتضينا ان احنا نبقى مع بعض، فانا متوقع من ماجد يعمل كذا وماجد متوقع مني كذا، وده مخبط علاقاتنا كلها. لازم تبقى عارف انه الصاحب اللي انت بتختاره او مجموعه الاصحاب اللي انت بتختارهم بيحددوا حاجات كتير قوي. انت ما بتقولهمش حددوا، بس طالما انت ارتضيت ان انت تقعد معاهم مده طويله وتتكلموا مع بعض كتير وتخرجوا مع بعض كتير، تسافروا مع بعض كتير، وتليفونات ومسجات وحاجات، فانت لازم تعرف ان هم يا اما هيشكلوك يا اما انت هتشكله، او الناحيتين. بس حته ان احنا نفضل مكاننا كده واحنا اصحاب لا، ما بيحصلش. انت بتتكلم معاه في ايه؟ يعني انت قول لي، انت بتتكلم مع صاحبك في ايه؟ ايه الحاجات المشتركة اللي ما قول لي بيننا؟ بيتكلموا في ايه؟ يعني انا بسالك يا رامي. في اهتمامات، نفس الاهتمامات مثلا. ولو كان هو اهتماماته قد كده مثلا وانت اهتماماتك قد كده، هتقدروا تفضلوا مش صحاب؟ هنقدر نكمل قوي. فيا اما انت تصغر اهتماماتك شويه عشان تقدروا تتصاحبوا، صح. يا اما تقعد تعذبه معاك وتقول له كبر اهتمامه، والراجل اصلا بينهج. فبرضه انت اصحابك بيحددوا مش بس حجم طموحك في ايه. فلو هو مثلا كل همه مثلا ازاي، يعني هو بيعيش الشتاء والخريف والربيع عشان يوصل للصيف، والصيف بالنسبه له هو الحياه، وانت صاحبه قوي، الصيف بالنسبه لك هيبقى الحياه، وباقي السنه دي قاعدها مستني توصل لشهرين ونص بتوع الايه، بتوع الصيف. فلو هو عامل كده انت هتبقى عامل كده. لو هو كل همه انه يخرج بره البلد دي وانت كان عندك 22 سنه او 23 سنه، هيبقى كل همك بعد كده، بعد شويه، كرهتني فيها يا اخي، ده انا مش طايق بسبب كلامك الى اخره. فاللي انا عايز اقول انه مفيش حاجه اسمها اصحاب بيقضوا مع بعض وقت كتير قوي، بس يعني مفيش حاجه، احنا عادي وكل واحد في، لا، بيحددوا، بالذات لو سنك صغير. فاحنا بنشكل بعض. فمثلا اللي هو لو عايز تعرفني كويس هتتفرج على صحابي، هتلاقيني غالبا شبههم. قول لي مين صاحبك، انا اقول لك انت مين. زي ما بيقعدوا قل من تحب اقول لك من انت، لا قول لي اصحابك مين exactly. وطموحاتهم ايه والمقوله العظيمه بتاعت واحد بصاحب علي علوكة واشرف كوخ، سبتك تقولها علشان اسامي مريح. عايز يطلع ايه، طيار. صح. فهو حطها لك، يعني قال لك انه لا مش هيحصل. فانا بس بقول انه ده صاحبي قوي، كويس قوي انك متمسك باصحابك، وده شيء جميل، بس لو بتقضي معاهم وقت طويل انت هتبقى زيهم او هم هيبقوا زيك. لو كله تفاهه وكله اي كلام، اول ما تقعد في وسطهم وتقول لهم، انا اعتقد ان مش هيصاحبوك. الرزل الخنيق السمك، ايوه. وهيعملوا جروب واتساب هم معاك وجروب تاني من غيرك، ما تقولوش لرامي لانه انت خنيق. ايوه صح. كل ما بتقدر تصاحب ناس يرفعوك ولو سلمه واحده يبقى حلو، وانت ترفعهم سلمه. مشكله كبيره قوي الاصحاب دي، بتكلم فيها مع اولادي، اقول له بتعملوا ايه في طول الوقت؟
نقعد مع بعض يا بابا. حتى لو ما بيعملوش، انا بفكر في الحياه ان هي فجوه سلبيه وفجوه ايجابيه. احنا بنلعب في الفجوه السلبيه ان احنا ما نشتمش، ما نحلفش، ما نضربش، طب والفجوه الايجابيه دي اللي نعمل ايه مثلا؟ دي مش موجوده، لان احنا اصحاب بنلعب كلنا في الحته دي، ان احنا ما نتخانقش مع بعض، ولو حد اتخانق مع حد احنا نصاحبه على خلاص. طب يعني ما فيش اي نحت، فن، تصوير، عزف، يعني انا بضحك بس ايه، ما فيش حاجه يعني. فلا، بيحددوا انت مين، بيحددوا سقف طموحك. طيب تنصحنا بإيه لو هناخد كده كم حاجات عملتها يا ماجد عشان تفضل العلاقات اللي حواليك مفيدة لماجد، وفي نفس الوقت انت بتأثر فيها بشكل إيجابي؟ لا، اتحرمت شويه بسبب الخدمه. انا مش بشتكي ولا زعلان ولا اي حاجه، انا مبسوط جدا. لكن يعني دي سنه 45 للخدمه، ففي حاجات اتحددت. انا بصاحب اكتر شويه لو في وقت بيتقضى، مش الصحاب اللي من زمان. الصحاب اللي من زمان موجودين وكل حاجه، بس ما بنقضيش وقت كتير، لكن مش زعلانين. الشخص اللي بقضي معاه وقت اكتر بتلاقينا بنعمل حاجه، بنوصل لحاجه، بنحقق حاجه، حتى لو كانت مرحليه، يعني مش لازم تكون كونيه يعني. بس احب ابقى يعني ما اعرفش اقعد مع رامي مثلا مره واثنين وثلاثه و40 كل اللي بنعمله احنا بنشرب قهوه. بحس انه مش عايز اشرب قهوه تاني. مش ان رامي في حاجه، بس لو انا بعمل حاجه مع رامي دي تبقى يعني توب هايله. ليه؟ لان في الاخر في انجاز مع الصحوبيه، حتى لو كان الانجاز بسيط قوي، حتى لو الانجاز يعني ممكن يكون انجاز مادي خفيف، او انجاز اجتماعي، او انجاز مش لازم يكون روحي، او بس في حاجه بتحصل. بقضي وقت مع الناس دي اكتر، وما بحاولش انه عشان ده صاحبي فاحس بتأنيب ضمير، مش بقعد معاه ومش بتكلم معاهم وبتاع هيزعلوا مني. لا، ما بحبش الاصحاب اللي هي النوعيه دي. وانا اعتقد ان انا طبيعتي ما بلمش نوع الاصحاب اللي هو ما كلمتنيش وانا زعلت منك. طبعا ما ننساش عيد ميلاد بعض، يعني مش للدرجه، بس مش لدرجه انه انا زعلت. وفي مره خرجت على فكره وسمعت من بره احنا هنقطع مع بعض، تعالى خلاص. نخرج احنا مره تانية ونطنشهم. يعني ما بحبش العلاقات اللي بالمنظر ده. فاذا كان هقول نصيحه، اقول الناس اللي بتعمل معاها حاجه، اللي بتوصل معاها حاجه، اللي بتحقق معاها حاجه، طول معاها وقت. دي أفيد حاجة في العلاقة، افيد حاجه. وما نقعدش بقى نسمي اصل العلاقه دي طويله. كويس، الانجاز حلو، ما بحبش ارمي اصحابي ولا اصحابي يرموني، ما بحبش ابدا. بس ممكن يبقى صاحبي وبنتكلم مع بعض بالتليفون كل كام شهر، مش مشكله، مش عيب. بنات طبعا وضعهم مختلف، ودول محتاج لهم حلقه تانية لان هم تعريفهم للصحوبيه مختلف تماما. اذا مش قاعدين مع بعض طول واكلين شاربين النهار نايمين. ايوه ده واحنا مش طبيعي. بنتريق، خد بالك. ما اقدرش. فتعريفهم اللي هم احنا بنقول فيه ده احنا بنتكلم روحنا. لكن الاولاد، الشباب، الرجاله يقدروا. ماجد، الحقيقة خلاصة خبرة سنين، يعني عايز ألخصها في جملة واحدة: إزاي قدرت تحط حدود عشان توصل للتعريف ده من غير ما حد يزعل منك؟ الصحاب سؤال صعب قوي. انت ما فيش حاجه بتقررها، انت بس بتعمل ايه. بيبقى التليفونات مش كتيره قوي، الخروجه مش كتيره، فده بيحصل من نفسه. مش لازم تكلم شخص تقول له على فكره انت اخرك معايا مره كل شهرين، يعني عيب، يعني ما حدش بيعمل كده. بس هي بتحصل كده من نفسها، انه اللي بيكتر اصحابه بيخسر نفسه. صح. ومعروف ان الاصحاب بيحددوا زي الحداد كده وش بعض، شكل بعض، اداء بعض، شخصيات بعض، الى اخره. بيعملوا حاجه، فانت لازم تبقى عارف وتبقى ناصح وواعي على نفسك، وتبقى برضو خايف على اصحابك. ان انت مثلا ما تصاحبش حد، مثلا انت عندك شركه، مثلا رامي ده عنده شركه وبيعمل ويسوي، وصاحبه يا عيني بالعافيه بيجيب جنيه لاخر الشهر، وانت عمال كل شويه تكلمه عن انجازاتك. ارحمه يا اخي، محبط قوي ده. يعني برضو مش كده. مش احساس ابدا. انا مقتنع ان الاصحاب لازم يبقوا قريبين من بعض، صح. ماديا حتى مش زي بعض، بس الفروقات ما تبقاش شنيعه، إلا لو كان يجمعهم عمل واحد أو توجه واحد. ده اللي بيخليك تقدر توسع دايرة صحابك شوية. غير كده بيبقى صعب قوي إن واحد مليونير بيصاحب واحد فقير دير. ماجد، نقدر يبقى عندنا كذا دايرة بكذا شكل كده للعلاقة؟ هل ده صحي شايفه؟ طبعا. وأقضي مع دولة وقت أكتر من دولة شوية ودولة، وما نخسرش حد، ونصاحب الناس ونحب في بعض وكل حاجة، لكن يبقوا دوائر مختلفة. ابني الكبير يعمل كده، يقول لي بابا دول ما يخرجوش مع دول. اقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لي خلاص انا بتفق معاهم ان دول مع بعض ودول مع بعض. هعمل عيد ميلاد هنا وهعمل عيد ميلاد تاني مع ففي عنده حوالي 80 عيد ميلاد بيحضرهم، لكن ما يحصلش خناقات يا بابا. دي مشكلة تانية، بس يقدر بيفصل. انا بقى مستغرب، يعني هو دول مش تبع بعض؟ يقول لي لا يا بابا خالص، دول ما يعرفوش بعض. انا بسمع اساميهم كلهم بس هم ما يعرفوش بعض. ماجد، شكرا جدا، لانه رامي ميرسي ليك.
انا مبسوط بالقعده ونفسي الحلقه ما تخلص. انا قبلك خلصت قهوتك بس. وعشان كده عايز تقوم. عشان كده خلصنا الحلقه. ماجد شكرا، واكيد هنتقابل تاني في حلقات تانية. ميرسي ليك شكرا يا لوقتك وكل كلمه Thank you. قلتها، يعني دي حاجه مش هنقدر ننساها. شكرا.